انت عارف ايه اللي بيحصل جواك لما حد يزعلك؟ مش بتزعل من الموقف ده بس، لا ده دماغك بتفتح خزنه الذكريات كلها وتبدا تفتكر كل مره حد زعلك فيها، كل مره حسيت فيها بنفس الشعور ده، وكأن قلبك بقى مرايه مكسوره بتعكس كل الاوجاع دفعه واحده. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده ندردش شويه. انا كنت قاعد مع سيف في سيشن، كان قاعد قدامي وعينيه مليانه حزن من نوع غريب، النوع اللي ما يتمسحش بفلوس او نجاح. سالته هو ايه اللي حصل يا سيف؟ قال لي اختي قالت لي ان انا بقيت متكبر، ما بقتش بتكلم معاها زي زمان، والله ده وجعني قوي. بس مش عارف ليه افتكرت ابويا لما كان بيقول لي اني ولا حاجه ومش هوصل لاي حاجه، وافتكرت صاحبي لما سابني في اوقات صعبه، وحتى دكتوره في الكليه كانت بتقول لي اني مش هقدر اكمل طب اسنان. كل ده رجع لي دفعه واحده وحسيت اني فاشل في كل حاجه. قلت له بس انت نجحت، انت دكتور دلوقتي. قال لي عارف، بس انا مش قادر احس بده. ده اللي بيحصل لمعظمنا. دماغنا عندها نظام غريب جدا، لما بتحس بألم معين بتدور على كل الذكريات اللي تشبهه وتجيبها كلها مره واحده، كانها بتقول لك شوف بقى، انت مش بتتألم من الموقف ده بس، انت بتتألم من حياتك كلها. العلماء بيسموا ده التفكير المترابط العاطفي، يعني لما مشاعرك تبقى في حاله معينه دماغك بتجيب كل الذكريات اللي مرتبطه بنفس المشاعر دي. دكتور دانيال سيجل عالم الاعصاب المشهور بيقول ان ده بيحصل عشان دماغنا بتتعامل مع المشاعر كانها انذار، فبتحاول تجمع كل المعلومات اللي ممكن تساعدها تفهم الخطر ده. المشكله ان ده ما بيخليناش نتعامل مع الموقف الحالي بوضوح، احنا بنتعامل مع تجمع مشاعر من سنين، وكاننا بندافع عن نفسنا ضد عدو وهم، والعدو ده مجمع من كل المواقف اللي اذتنا قبل كده. خد مثال تاني، صديقتي داليا مهندسه ديكور شاطره جدا، بتشتغل مع اكبر الشركات، بس لما مديرها قال لها الاسبوع اللي فات ان مشروعها محتاج تعديل ما قدرتش تنام 3 ايام. ولما سالتها ليه يا داليا، دي حاجه عاديه جدا في الشغل، قالت لي مش عارفه، انا حسيت اني فاشله. وافتكرت امي لما كانت بتقول لي اني مش مركزه، واستاذي في الجامعه لما رفض مشروع التخرج بتاعي اول مره، حتى اخويا لما قال لي انه مش بيلاقيني لما بيبقى محتاج يتكلم معايا. كل ده رجع لي مره واحده. شفت بقى ازاي ان دماغها جابت ذكريات من الطفوله والجامعه وحتى العلاقات، كل ده مره واحده عشان موقف بسيط جدا في الشغل. الحقيقه ان ده مش ضعف فينا، دي طريقه دماغنا في الحمايه، بس للاسف اوقات بتضرنا اكتر ما بتحمينا. زي نظام الانذار في البيت، المفروض انه يحميك من الحراميه، بس لو بقى حساس قوي هيديك انذار على اي هواء يدخل من الشباك. في دراسه اتعملت سنه 2019 لقيت ان 73% من الناس بيمروا بنفس التجربه دي. يعني انت مش لوحدك، وده مش معناه انك ضعيف، بس المشكله ان معظمنا ما بيعرفش يتعامل مع الموضوع ده، فبنفضل نتالم اكتر من اللازم. احمد زويل حكى في مذكراته ان لما كان بيفشل في تجربه المختبر كان بيفتكر كل مره حد قال له فيها انه مش هيقدر يبقى عالم، وان احلامه كبيره قوي على قدراته، بس هو اتعلم ازاي يفصل بين الفشل في التجربه والفشل في حياته كلها. قال في محاضره ليه الفرق بين العالم الناجح والفاشل مش في عدد التجارب اللي نجحت، لكن في قدرته يشوف كل فشل منفصل عن التاني ويتعلم منه من غير ما يخليه ياثر على ثقته في نفسه. بس ايه بقى اللي خلى الناجحين يتغلبوا على الموضوع ده، وازاي ممكن احنا كمان نتعلم نعمل كده؟ الحل مش في انك تنسى مشاعرك او تتجاهلها، ده مستحيل وكمان غير صحي. الحل في انك تتعلم تميز بين الماضي والحاضر، وتفهم ان مشاعرك دلوقتي مش مرتبطه باللي حصل دلوقتي بس، لكن بكل تاريخك العاطفي. اول خطوه نعملها هي الوعي. لما تحس ان الزعل او الالم اكبر من الموقف اللي حصل، اقف واسال نفسك هو انا بزعل من ايه بالظبط؟ من الموقف ده بس ولا من حاجات تانية كتير؟ سيف لما عمل كده لقى نفسه بيزعل من كلام اخته، بس كمان من ابوه وصاحبه واساتذته كلهم في نفس الوقت، وساعتها قدر يقول لا دي موقف مختلف، وانا دلوقتي في سنه 2025 مش في 2018 او 2020. داليا لما عملت نفس الحاجه قدرت تفصل بين نقد مديرها لمشروعها وبين كل الانتقادات اللي اتوجهت لها في حياتها. قالت انا دلوقتي مهندسه ناجحه، مش طالبه في الجامعه ولا طفله بتتعلم. تاني خطوه لازم نفهم ان دماغنا بتعمل كده مش عشان تعذبنا، لكن عشان تحمينا. ببساطه لما تتعرض للتوبيخ بسبب نقطه معينه، دماغك وعقلك وانت نفسك كانسان بتحاول انك ما تتعرضش للتوبيخ بالشكل ده تاني، فبيشتغل صفاره انذار لكل المشاكل اللي مريت بيها علشان ما تتحطش في اي مشكله تانيه تشبه اللي وقعت فيهم قبل كده. بس الحمايه دي بقت قديمه ومش مناسبه للحياه دلوقتي، زي الكود القديم في البرامج كان مفيد زمان بس دلوقتي بيعطل الشغل. ادم صاحبنا اللي بيتعلم برمجه لما فهم الموضوع ده قال لي يعني هو انا كده دماغي بتشتغل بالكود القديم لسه؟ طب انا محتاج اعمل ابديت. اعمل ده ازاي؟ ده بقى اللي احنا هنتعلمه النهارده، ازاي نعمل ابديت للكود القديم ده، ازاي نخلي دماغنا تتعامل مع المواقف الجديده من غير ما ترجع للماضي. اول حاجه لازم نفهمها ان الحل مش في انك تقاوم مشاعرك او تتجاهلها، لان كده كانك بتمنع تحول نهر من الجري، هيلاقي طريق تاني يعبر منه وممكن يدمر حاجات كتير في طريقه. ادم جرب يطبق الكلام ده لما حصل له موقف الشهر اللي فات، كان في انترفيو شغل مهم، وفي نص الانترفيو اللي بيقابله قال له ان مستواه مش كافي للوظيفه دي. ادم حس بصدمه ودماغه بدات تجيب له كل مره حد قال له فيها انه مش كفايه، من الثانويه لحد الجامعه لحد كمان الشغل. بس المره دي ادم عمل حاجه مختلفه خالص، وقف مع نفسه وقال استنى، انا حاسس ان ده اكبر من موضوع الانترفيو، خلاص انا هجيب ورقه وقلم. وعمل حاجه اسمها خريطه الالم، حط عنوان في النص كتب فيه الانترفيو النهارده لان دي اكتر حاجه مسببه له الم حاليا، وحواليه بدا يكتب كل الذكريات اللي دماغه جايباها. ابويا لما قال لي مش هتعرف تشتغل في البرمجه، صاحبي احمد لما قال لي اني بضيع وقتي، لما حد قال لي ان التخصص ده اصلا مش ليا. بس بعدين عمل حاجه ذكيه جدا، جنب كل ذكرى قديمه كتب الحقائق الجديده. انا دلوقتي عملت 3 مشاريع محترمه، صاحبي احمد دلوقتي بيستشيرني في الشغل، انا اتقبلت في 2 انترفيو قبل كده. قال لي لما عملت كده حسيت ان حمل كبير قوي نزل من على كتافي، مش لاني نسيت الماضي
لكن لاني قدرت افصل بينه وبين الحاضر. دي تقنيه اسمها الفصل الزمني، والدراسات اثبتت ان 84% من الناس اللي بتطبقها بتقدر تقلل من حده المشاعر السلبيه بنسبه تزيد عن 60% في خلال اسبوعين بس في تقنيه اقوى منها كمان اتعلمتها من تجربه حقيقيه حصلت لواحده من انجح رائدات الاعمال. هي حكت في مقابله معاها انها لما كانت في بدايه رحلتها كان بيحصل لها نفس الموضوع ده بالظبط. قالت كنت لما اواجه اي رفض او نقد في الشغل بفتكر كل مره حد قال لي فيها ان البنات ما يعرفوش يشتغلوا في التكنولوجيا او ان افكاري مش عمليه، كنت اقعد اعيط واحس ان انا غبيه. بس هي اكتشفت حاجه غريبه قوي، قررت تعمل ملف انجازات بتكتب فيه كل حاجه حلوه حققتها مهما كانت صغيره. ومش بس كده، كانت بتكتب كمان المشاعر اللي حسيتها وقتها. لما بدات اراجع الملف ده في اوقات الالم لقيت ان دماغي مش بتجيب ذكريات الفرح زي ما بتجيب ذكريات الالم، فقررت ادربها على كده وبدات تعمل تمرين يومي سميته الاستدعاء الايجابي. كل ما تحس بالم من موقف معين تستدعي بوعي 3 مواقف مشابهه انتهت بنجاح او فرح. المدهش ان الموضوع ده اشتغل معاها، ومع الوقت دماغها بقت لوحدها بتجيب الذكريات الايجابيه جنب السلبيه، فبقت قادره تشوف الصوره كامله مش جزء منها بس. نوع صديقتنا اللي في بدايه حياتها العمليه جربت تطبق نفس الفكره بس بطريقتها الخاصه. لما مديرها انتقدها قدام الفريق كله حست بزعل شديد وافتكرت كل مره حد احرجها فيها قدام الناس. بس عملت تمرين غريب، راحت البيت وقعدت تكتب جواب لنفسها بس من منظور صديقتها المقربه ليها. كأن صديقتها بتقول لها نهى انا عارفه انك زعلانه من اللي حصل النهارده، بس عايزه افكرك انك لما عرضتي مشروع الشهر اللي فات كل الناس اعجبوا بيه، وان مديرك نفسه قال لك قبل كده انك من اذكى المتدربين اللي شافهم. النهارده كان يوم وحش بس ده ما يمسحش كل ايام الحلوه. قلت لما قريت الكلام ده حسيت ان في صوت جوايا بيدافع عني مش بس صوت بينتقدني. دي تقنيه اسمها الصديق الداخلي، وهي مبنيه على فكره ان احنا بنتكلم مع نفسنا بقسوه اكتر بكتير من اي حد تاني، فلازم نتعلم ازاي نبقى اصحاب لنفسنا. الدكتوره كريستين نيف استاذه علم النفس في جامعه تكساس اثبتت في ابحاثها ان الناس اللي بتمارس التعاطف مع الذات بتكون اقل عرضه للاكتئاب والقلق بنسبه 43% واكثر قدره على التعافي من الصدمات النفسيه بنسبه 67%. بس في حل ثالث ده الاقوى في رايي وهو اللي غير حياه سيف تماما. سيف بعد ما فهم ان دماغه بتجمع الذكريات السلبيه مع بعض قرر يعمل معاها نفس الحاجه بس في الاتجاه الايجابي. بدا يعمل جلسات تذكر يوميه مدتها 10 دقائق بس. في الجلسه دي يقعد يفتكر كل المواقف اللي حس فيها بالفخر بنفسه، كل مره حقق فيها حاجه، كل مره حد مدحه او شكره. وكان بيعمل ده مش مره واحده في الاسبوع او الشهر، لا ده كان بيعمله كل يوم علشان يدرب دماغه تفتكر الحاجات الحلوه بنفس السهوله ما بتفتكر الوحشه. رجع لي وقال لي بعد شهر من التمرين ده لقيت ان ردود افعالي اتغيرت خالص. لما اختي قالت لي تاني اني مش بكلمها زي زمان ما افتكرتش ابويا او اي حد تاني، افتكرت انها قالت لي قبل كده انها فخوره بيا وانها بتحبني جدا وان علاقتنا اقوى من اي موقف. المهم في التمارين دي انها مش مجرد تفكير ايجابي ساذج، لا دي تمارين عمليه مبنيه على فهم علمي لطريقه شغل الدماغ. بس تعرف كل الحلول دي مش هتشتغل من اول يوم، مش هتصحى بكره تلاقي دماغك اتغيرت خالص، وده طبيعي جدا، بل بالعكس ده دليل على انك بتعمل تغيير حقيقي. تخيل كده معايا انك بتتعلم تسوق عربيه جديده بعد ما فضلت سنين تسوق نوع معين. في الاول هتبقى محتاج تفكر في كل حركه وكل زرار وكل طريقه في التعامل مع الدركسيون، واكيد هتغلط واكيد هتحس ان الطريقه القديمه اسهل. ده بالظبط اللي بيحصل لدماغك لما تبدا تطبق التقنيات دي، هتلاقيها عايزه ترجع للطريقه القديمه في التفكير. وده مش معناه انك فاشل، ده معناه انك انسان طبيعي بيتعلم. ادم بعد ما طبق خريطه الالم وحس بتحسن جاله موقف جديد بعدها باسبوعين، فشل في مشروع كان شغال عليه بقاله شهر كامل، وساعتها لقى نفسه رجع تاني لنفس الحلقه المفرغه بيفتكر كل مره فشل فيها في حياته. قال لي حسيت اني بضحك على نفسي وان كل الكلام ده نظريات مش اكتر. بس بدل ما يستسلم ادم عمل حاجه ذكيه جدا، قال لنفسه طيب انا رجعت للطريقه القديمه ده طبيعي، بس دلوقتي انا عارف ان في طريقه جديده فيلا نجربها. وفعلا طلع الورقه والقلم تاني وعمل خريطه القلم، بس المره دي ضاف عليها حاجه جديده. كتب في اخر الورقه انا مش عايز اكون مثالي، انا عايز اكون احسن من اللي كنت عليه امبارح. قال لي ساعتها حسيت ان الضغط نزل من على كتافي، مش لاني نجحت في تطبيق التقنيه لكن لاني سمحت نفسي لاني انسان وبيتعلم. ودي نقطه مهمه جدا، التعافي مش خط مستقيم، ده خط متعرج، في صعود ونزول، في ايام حلوه وايام وحشه، والمهم انك ما تقفش عند الايام الوحشه لكن تعتبرها جزء من رحلتك. دكتور عبد الوهاب المسيري المفكر المصري العظيم في حد نقل عنه جمله جميله جدا، قال اكتشفت ان القوه الحقيقيه مش في انك ما تقعش لكن في انك تقوم في كل مره تقع فيها، والاهم انك تتعلم حاجه جديده من الوقعه دي. وده اللي حصل مع نهى لما بدات تطبق طريقه الصديق الداخلي. في الاول كانت بتحس انها بتمثل على نفسها وان الكلام الحلو ده مش حقيقي. قالت لي كنت بكتب لنفسي جوابات لطيفه بس في جزء مني مش مصدقها، كنت حاسه اني بكتب على نفسي. بس مع الوقت وبالممارسه المستمره نهى لاحظت ان الصوت اللطيف ده بدا يبقى حقيقي اكتر، مش لانها اقتنعت بيه لكن لانها بدات تشوف ادله عليه في تصرفاتها وانجازاتها اليوميه. قالت لي بقيت اكتب لنفسي انت اتعلمتي برنامج جديد الاسبوع ده وده دليل على ذكائك، انت خلصتي المشروع في الوقت المحدد وده دليل على التزامك. وفعلا كنت بلاقي الادله دي حواليا بس ما كنتش باخد بالي منها قبل كده. ودي حاجه مهمه تفهمها، احنا عندنا قدره عجيبه على اننا نشوف بس اللي احنا متوقعين نشوفه. لو متوقع تفشل هتشوف الفشل، لو متوقع تشوف نجاح هتشوفه برضه، والاثنين موجودين في نفس الوقت بس انت اللي بتختار تركز عليه. سيف بعد شهور من تطبيق جلسات التذكر اليوميه لاحظ تغيير مش بس في طريقه تفكيره لكن في علاقاته كلها. قال لي بقيت اكتر قدره على سماع النقد من غير ما اخده على محمل شخصي. لما اختي بتقول لي مش بكلمها كتير ما بقتش افتكر كل مره حد انتقدني فيها، بقيت افتكر كل مره حد قال لي اني اخ كويس، وساعتها بقيت قادر اسمع كلامها واشوف ايه الصح فيه. وده خلاه يكتشف حاجه مهمه جدا، ان معظم النقد اللي بنواجهه في الحياه مش عشان الناس عايزه تاذينا
لكن لان هم عايزين علاقتنا تبقى افضل، بس احنا بنسمعه غلط عشان دماغنا بتفسره من خلال الماضي. داليا بعد ما استمرت على يوميات العكسيه لشهور حصل لها موقف هيفضل محفور في ذاكرتها للابد. كانت في مشروع مهم جدا، وفي اخر لحظه العميل قرر يلغي كل حاجه عشان ظروف ماليه طارئه. داليا حست باحباط شديد، بس للمره الاولى في حياتها ما حستش بيأس. قالت لي قعدت اعيط، بس كنت بعيط عشان زعلانه من اللي حصل، مش علشان شايفه نفسي فاشله. في فرق كبير قوي بين الاثنين. وبعدها بيوم كتبت في يومياتها: بكره عايزه ادور على مشروع جديد، وعايزه اتعلم من الغلطات اللي حصلت في المشروع ده، وعايزه اطمن على فريق العمل. لما كتبت كده حسيت ان عندي امل، مش لان المشكله اختفت، لكن لاني عرفت ازاي احولها لفرصه. الحقيقه ان كل واحد من اصحابنا دول اكتشف سر مهم جدا، ان المشاعر السلبيه دي مش عدو، لكنها زي انذار الحريق، لازم تسمعها وتفهمها وتتعامل معاها، بس ما تسيبهاش تحرق البيت كله. وده اللي بتاكده الابحاث الحديثه في علم النفس. في دراسه اتنشرت سنه 2024 لقيت ان الاشخاص اللي بتحاول تتجنب المشاعر السلبيه تماما بتكون اكتر عرضه للقلق والاكتئاب بنسبه 78% من الناس اللي بتتعامل معاها بوعي وحكمه. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش مكسور ولا ضعيف، وانت مش غلط. انت انسان عنده قلب وبيحس، وعنده ذاكره بتفتكر، وعنده احلام نفسه يحققها. وعشان كده لما بتتألم بصدق، لما بتفرح بجد. المشاعر اللي بتحسها دي مش علامه ضعف، دي علامه حياه، دي علامه ان جواك روح لسه شغاله، لسه بتحارب ولسه بتحلم. وانا عايز اقول لك ان كل الم اللي مريت بيه، كل المرات اللي حسيت فيها انك مش كفايه، كل الليالي اللي قضيتها تفكر في غلطاتك وفشلك، كل ده مش هيروح حاضر. كل الم هيتحول لقوه، كل دمعه هتتحول لحكمه، كل مره وقعت وقمت فيها هتتحول لثقه في قدرتك انك تقوم تاني. بس انت محتاج تصدق حاجه واحده بس، انك تستاهل السعاده، وانك كمان تستاهل النجاح، مش عشان انت مثالي، ومش عشان انت مغلطتش قبل كده، ولا حتى عشان انت وصلت لحاجه معينه، لا، عشان انت انسان وده كفايه. وعايز اقول لك حاجه كمان، الرحله دي مش هتخلص، هتفضل تتعلم وتتطور، وهتفضل تكتشف نفسك، وده حلو، ده معناه انك حي، وانك بتنمو، وانك مش واقف في مكانك. فما تضغطش على نفسك انك توصل لمرحله معينه وتقف عندها. الحياه رحله مش محطه، والاهم من الوصول هو انك تستمتع بالطريق. واخر حاجه عايز اقولها لك، انت مش لوحدك، في ملايين الناس حواليك بتمر بنفس اللي انت بتمر بيه، بنفس الشكوك، بنفس المخاوف، وحتى بنفس الالام، وكلكم عندكم نفس القدره على التعافي والنمو والسعاده. فخد نفس عميق وقول لنفسك: انا هبدا من جديد، مش علشان الماضي ما كانش موجود، لكن عشان المستقبل اهم منه. انا هسامح نفسي، هتعلم وهنمو، وهبقى النسخه الاحسن من نفسي. ولو حسيت في اي يوم انك تعبت، او انك مش قادر، او انك عايز تسيب كل حاجه، افتكر الكلام اللي انا قلته لك ده. افتكر ان في ناس بتحبك وعايزك تنجح. افتكر ان قلبك لسه بينبض، وده معناه ان لسه في امل. وافتكر دايما انك اقوى مما تتخيل، ومهما كان اللي حصل في الماضي لسه المستقبل قدامك. عيش حياتك زي ما انت عايز تعيشها، احلم زي ما نفسك تحلم، وخد بالك احسن ايامك لسه جايه. في النهايه ابعتوا لنا اسئلتكم، وانا كده كده بقرا كل الكومنتات وهرد على كل الاسئله. وقولوا لنا ايه المواضيع اللي تحبوا اننا نتكلم عنها في المستقبل. طبتم وطابت ايامكم. سلام عليكم.